نبدأ حلقتنا النهاردة بالمركز ال14 لأحد أجدد الأنميات القوية Weathering with You. الأنمي ده شبه أول القايمة Your Name من ناحية المناظر الخلابة والألوان الجميلة جدا، وده طبيعي لأن مخرج الفيلمين وكاتب السيناريو بتاعهم هو نفسه ماكوتو شينكاي اللي لسه عامل فيلم في 2022 وعمل ضجة على السوشيال ميديا سوزومي، نفس الشكل والألوان. والفيلم نزل في أول 2019 وضرب جامد جدا لأنه فيلم جديد لمخرج أقوى أفلام الأنمي Your Name، فكان سقف الناس عالي إنهم يشوفوا فيلم بنفس الإبداع. والصراحة الفيلم ما خيبش خالص لأنه عمل إيرادات وصلت لقرب 200 مليون، ويعتبر تقريبا سادس الأفلام اليابانية ربحا في التاريخ. وكمان الفيلم فاز ب6 جوائز وترشح ل16 جايزة تانية، وفي كلام كده بان جايزه من اللي ترشح ليها هي الاوسكار لاحسن فيلم اجنبي في 2019، بس مش متاكد من المعلومه دي الصراحه. امال الفيلم باراسايت فين؟ بس الفيلم ترشح ل4 جوائز اني اللي هي تعتبر الاوسكار بس للرسوم المتحركه بشكل عام. وقصه الفيلم ده مش قد كده من وجهه نظري، وهي عن شاب هرب من قريته علشان ما يكملش تعليم وراح طوكيو علشان يبدا حياه جديده، فهيشتغل هناك عند العالم المستفزه دي ككاتب، وهيلاقي البنت دي اللي هيكتشف بعد كده بانه عندها قدرة على التحكم في المناخ، بس ده بيأثر بالسلب عليها وهتقلب الدنيا بعد كده، وصاحبنا هيحبها وحوارات كتيرة كده. هو الفيلم حلو الصراحة، بس كالعادة لازم يبوظوا الفيلم بمناظر خارجة وأفكار حرام، لأنه مفيش حد بيتحكم في الطقس غير ربنا، وأكيد مفيش عاقل مختلف معايا على إن فكرة الأنمي العامة حرام. بس عادة بقى الفكرة دي، الفيلم جميل جدا الصراحة، وهتشوف علاقة صاحبنا بالبنت دي هتتطور ازاي. يعني الفيلم رومانسي من الآخر مع فانتازيا.